احلى مفاجآت كاس العالم في دور ال 16 بصعود المغرب على حساب المنتخب الاسباني. المغرب اللي رفعوا راسنا، المغرب اللي شرفونا. دور ال 16 المولع، ودور الثمانية اللي هيبقى نار. توقعات دور ال 16: احسن 3 منتخبات لحد دلوقتي في البطولة، احسن اهداف، احسن مدربين، احسن حراس. وتوقعات دور الثمانية، كل ده هنشوفه النهاردة في الفيديو، ويلا بينا على التفاصيل. دور ال 16 بدأ مش ببداية نارية خالص، بدأ ببداية محبطة لأقصى درجة بماتش هولندا وأمريكا. هولندا وأمريكا كان ماتش وان سايد جيم. هولندا نزلت كده على الهادي، يلا 3-1 على المنتخب الأمريكي بأقل مجهود. أمريكا ما جاتش، اكتفت بالأداء الجيد اللي عملته في المجموعات، ولكن هولندا بتقول أنا رجعت، أنا هولندا بتاعت زمان، وقدرت تفوز بسهولة على المنتخب الأمريكي وتتخطاه بنتيجة 3-1 عشان تقابل الكسبان من الأرجنتين واستراليا. وطبعا المنتخب الأرجنتيني قدر يفوز على المنتخب الأسترالي 2-1. المنتخب الأسترالي فاجئنا في مجموعة تونس وفرنسا بالتأهل في المركز الثاني ب6 نقط مع المنتخب الفرنسي اللي جاب برضه 6 نقط، ولكن تأهل بفارق الأهداف. استراليا كانت خصم عنيد، ولكن ميسي أبدع وانفجر، والمنتخب الأرجنتيني بيقول انا لسه جاي في البطوله ولسه هكمل. والريتم التصاعدي للمنتخب الارجنتيني ممكن يقول ان هم مرشحين للقب، خصوصا ان ده اخر كاس عالم لميسي اللي عايز ياخد البطوله عشان تبقى الاولى في تاريخه في اخر مشاركه لميسي في كاس العالم. وفي ماتش تاني خالص المنتخب الفرنسي قدر ياكل المنتخب البولندي 3-1 ويخلي ليفاندوفسكي يودع البطولة من دور ال 16، وهي برضو آخر مشاركة ليفاندوفسكي في البطولة، وكان نتمنى نشوفه في دور متقدم أكتر من كده، ولكن كتر خير المنتخب البولندي انه قدر يوصل لدور ال 16 وخرج على ايد المنتخب الفرنسي القوي. وعلى سيرة المنتخب الفرنسي ما ينفعش نتكلم عنهم من غير ما نجيب سيرة كيليان امبابي. امبابي انفجر في البطولة دي، ومنفجر من بطولة 2018 وهو لسه في عمر صغير جدا. مبابي عنده دلوقتي 9 أهداف في بطولة كأس العالم، تاني أصغر لاعب أحرز أهداف في بطولة كأس العالم بعد الأسطورة بيليه، وما زال قدامه على الأقل 3 مشاركات في كأس العالم يقدر خلالهم يكسر أرقام قياسية بالجملة، لأن الهداف التاريخي للبطولة هو ميروسلاف كلوزا ب 16 هدف اللي لعب 4 نسخ، والتاني هو الظاهرة البرازيلي رونالدو اللي جاب 15 هدف في 3 نسخ. اما مبابي دلوقتي هو لسه يا دوبك في بدايه حياته، واحرز فعليا 9 اهداف، ويقدر بسهوله جدا خلال بطوله او 2 انه يتخطى الارقام القياسيه كلها ويعمل رقم قياسي جديد باسمه، ويقدر بسهوله يقود المنتخب الفرنسي للوصول للنهائي. ولكن يقدر يقودهم للنهائي امتى؟ اذا قدر يتخطى المنتخب الانجليزي العنيد في دور الثمانية. المنتخب الانجليزي اللي فاز بسهوله على المنتخب السنغالي 3-1. منتخب السنغال كان عامل بطوله عظيمه، المنتخب السنغالي قدم اداء قوي جدا، ولكن قدام قوه المنتخب الانجليزي ما قدرش يقاوم. قدام المنتخب الانجليزي المنتخب السنغالي ما قدرش يقول انا جاي من افريقيا او جاي امثل قاره افريقيا كبطل، او ان انا اروح لابعد من كده. لا، انا كان طموحي ان انا اوصل لدور ال 16، والمنتخب الانجليزي جاي عشان ينافس على البطوله. المنتخب الانجليزي ما فازش بالبطوله غير مره واحده بس في تاريخه سنه 66، وعنده دفع قوي جدا بوجود مدرب محترم زي ساوث جيت، وبوجود كوكبه اللاعبين اللي موجودين، اللي اقل واحد منهم هو واحد من احسن اللاعبين في اقوى دوري في العالم. المنتخب الانجليزي عنده ترسانه هجوميه وترسانه في خط الوسط قاتله لاي فريق، ويعيبه دايما خط الدفاع. وشفنا ازاي استقبل هدفين ضد المنتخب الايراني، وازاي كان مستباح الى حد ما في خطوطه الخلفيه، ولكن الخط الهجومي للمنتخب الانجليزي هجوم فتاك يقدر يفتك باي حد. لكن هيعمل ايه قدام المنتخب الفرنسي؟ ده اللي لسه هنشوفه في توقعات دور الثمانية. وفي مباراة تانية شفنا المنتخب الكرواتي وهو بيتخطى المنتخب الياباني بركلات الجزاء الترجيحية او ركلات المعاناة الترجيحية بفضل الحارس المتميز للمنتخب الكرواتي. والمنتخب الياباني لازم نقدم لهم اشادة عظيمة جدا بتأهلهم في المركز الاول في مجموعة الموت اللي كان معهم فيها المانيا واسبانيا، وعملوا مباراة عظيمة قدام المنتخب الكرواتي، وخروجهم ما كانش لسوء دفاعهم او هجومهم، بل المباراة انتهت تعادل، وتأهل المنتخب الكرواتي بركلات المعاناة الترجيحية. بس عشان يقابل مين؟ عشان يروح يقابل البرازيل السامبا. المنتخب الكرواتي اعتقد انه مشواره في البطولة هنا انتهى، لان المنتخب البرازيلي هو اقوى منتخب وافضل منتخب في البطولة حتى الان. منتخب متكامل من كل النواحي،
خط دفاع في القائد وفي الشباب، حارس مرمى متميز، حارس مرمى بيعرف يصد ويلعب برجله، عنده خط نص يقدر يمسك زمام اي مباراة ويتحكم في رتم المباراة بمنتهى السهولة. اما خط الهجوم حدث ولا حرج، حتى المهاجم اللي جابوه عشان يكملوا بيه القايمة اللي هو ريتشارلسون هو منفجر في البطولة. ده غير وجود فينسنت جونيور ونيمار ورافينيا ومارتينيلي. المنتخب البرازيلي قدر يتخطى المنتخب الكوري بمنتهى السهولة بمباراة أبدع فيها المنتخب البرازيلي في الشوط الأول بإحراز 4 أهداف أجمل من بعض، وساب نفسه في الشوط الثاني استقبل هدف المنتخب الكوري، ولكن المباراة كانت انتهت بالفعل. وفي آخر المباراة قدر المنتخب البرتغالي يفوز على المنتخب السويسري بنتيجة 6-1 في مباراة كان فيها كريستيانو رونالدو على الدكة. وده اثار شكوك كتيرة جدا حوالين قدرة كريستيانو رونالدو على الاستمرار في البطولة وقيادة المنتخب البرتغالي للفوز باللقب. بمعنى لو البرتغال كسبت اللقب مش رونالدو هو هيكون العامل الحاسم لفوز البرتغال بالبطولة. وجود كريستيانو رونالدو على الدكة في ماتش زي ده خلى الجمهور ينقسم الى شقين. الشق الاول من الجمهور كان بيقول لازم كريستيانو يكون موجود في الملعب، كريستيانو هو أيقونة المنتخب البرتغالي وأفضل لاعب في تاريخ البرتغال وأحد أفضل اللاعبين في التاريخ، ما ينفعش يكون على الدكة. والفريق التاني كان بيقول من الجماهير إن وجود كريستيانو رونالدو على الدكة إدى للمنتخب البرتغالي شكل. شفنا إزاي إن اللاعب البديل اللي نزل بدل كريستيانو رونالدو أحرز هاتريك في المباراة دي. شفنا إزاي المنتخب البرتغالي كان عنده النجاعة الهجومية وقدر يزيد ويعمل كرة جميلة ويقدم لنا المتعة في الماتش بعدم وجود كريستيانو رونالدو. فبالتالي في جماهير طلبت ان كريستيانو يفضل على مقاعد البدلاء بقيه البطوله وينزل بس في المباريات الحساسه او في التوقيتات اللي يكون المباريات شبه منتهيه فيها لتسديد ركلات ترجيحيه، او ان يكون الماتش منتهي بالفعل، او ان يكون هو مزنوق فعليا فينزل في اخر الماتش بكامل لياقته عشان يقدر يسعى في المنتخب البرتغالي. انتوا رايكم ايه؟ شاركوني في الكومنتات اذا كان كريستيانو المفروض يبدا اساسي او المفروض يقعد دكه. المنتخب البرتغالي قدر يتخطى المنتخب السويسري بسهولة بنتيجة 6-1 عشان يلاقي المنتخب العنيد والقوي واللي أنا سبته للآخر المنتخب المغربي اللي عمل أكبر مفاجأة في تاريخ البطولة حتى الآن. المنتخب المغربي تصدر مجموعة فيها كرواتيا وصيف البطولة اللي فاتت، وفيها المنتخب البلجيكي ثالث البطولة اللي فاتت، ثالث العالم، يعني فريقين من أتقل فرق العالم. المنتخب المغربي تصدر عليهم المجموعة ب7 نقط وتأهل على حساب المنتخب البلجيكي اللي فيه دي بروين ولوكاكو وهازر، منتخب هو المصنف الثاني عالميا في الوقت الحالي. المنتخب المغربي أثبت قوته وصلابته الدفاعية. المنتخب المغربي حتى الآن في البطولة ما استقبلش غير هدف واحد. المنتخب المغربي الهدف الوحيد اللي دخل فيه كان داخل اون جول، هدف عكسي، يعني حتى ما حدش قدر يهز شباك المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كمل عناده وقوته الدفاعيه وصلابته الدفاعيه والروح والاصرار والعزيمه المطلوبه عشان يتعادل مع المنتخب الاسباني 0-0 ويقدر يتاهل بركلات الترجيح بفضل ياسين بونو اللي قدر يتصدى ل3 ركلات ترجيحيه ويقود منتخب بلاده للتاهل على حساب منتخب اسبانيا في مفاجاه جديده للمنتخب المغربي في نفس البطوله. وبما ان احنا وصلنا لدور الثمانيه فمعانا 8 منتخبات. مين اقوى خط هجوم في المنتخبات دي؟ المنتخب الانجليزي بيتصدر القائمه بالمشاركه مع المنتخب البرتغالي ب 12 هدف لكل منهم، كل منتخب فيهم جاب 12 جول. المنتخب الفرنسي جاب 9، الهولندي 8، الارجنتين والبرازيل 7، والمنتخب المغربي 4 اهداف فقط. ولكن المنتخب المغربي بيعتمد على الدفاع. هل ده هيدينا مؤشر ان اصحاب خطوط الهجوم الاقوى هم اللي هيتاهلوا؟ ملهاش علاقه. ياما شفنا بطولات فرق كبيره كسبتها بالدفاع زي انتر ميلان في دوري ابطال اوروبا مع مورينيو قدام برشلونه عملت استحواذ وفرقه بتمسك اي حد تهزقه في الملعب وتجيب ب6-7 تجوان، ولكن قدام الدفاع ما قدرتش تكسب البطوله وانتر ميلان كسبت البطوله. هل المنتخب المغربي يقدر يكرر ده؟ نتمنى، ولكن ده ما يقللش اطلاقا من قوة المنتخب الانجليزي والفرنسي والبرازيلي اللي بيقدموا كرة ممتعة هجومية وبيعرفوا يدافعوا كويس. وعلى سيرة الاهداف فلازم نتكلم عن شوية ارقام قياسية موجودة في كاس العالم. مين اصغر لاعب سجل قبل كده في تاريخ بطولة كاس العالم؟ هو الاسطورة بيليه، سجل في كاس العالم عن عمر 17 سنة و249 يوم. اما اكبر من سجل في البطولة هو روجيه ميلا عن سن 42 سنة و39 يوم. اما اكبر لاعب سجل في نهائي بطولة كاس العالم
هو السويدي نيلس ليدوم سنة 58، وكان عمره 35 سنة و263 يوم في المنتخب البرازيلي. هل البطولة دي حد يقدر يتخطى الرقم ده؟ وارد جدا. ميسي ورونالدو في لعيبة كبار كتير في السن ممكن يلعبوا نهائي البطولة السنة دي وممكن يسجلوا، لان هم بالفعل اساطير ويقدروا يسجلوا نهائي اي بطولة، وهم اصلا لعيبة كبار ومتعودين منهم على التسجيل في النهائيات. ومصر كان ليها رقم قياسي ايضا مازال محفور في تاريخ كاس العالم، وصعب قوي اي حد يكسره، وهو اكبر لاعب شارك في تاريخ بطولة كاس العالم، وهو عصام الحضري عن سن 45 سنة و161 يوم في ماتش السعودية في بطولة كاس العالم 2018. اما الهداف التاريخي للبطولة فهو الالماني ميروسلاف كلوزا، اللي جاب 16 هدف في خلال مشاركاته في بطولات كاس العالم اللي لعبها كلها، وهي 4 نسخ من سنة 2002 لسنة 2014. اما تاني هدافين البطولة التاريخيين فهو الظاهرة البرازيلي رونالدو داليما، اللي قدر يحرز 15 هدف في خلال 3 مشاركات فقط في كاس العالم من 94 ل 2002. اما الهداف التاريخي لكاس العالم في نسخة واحدة كان الفرنسي فونتين، اللي قدر يحرز 13 هدف في نسخة واحدة من بطولات كاس العالم. الارقام دي كلها دلوقتي مهددة بالكسر في وجود لاعب زي مبابي. مبابي موجود في منتخب قوي جدا، منتخب فرنسا، واحد من احلى واحسن وافضل اجيال المنتخب الفرنسي، ولسه مبابي صغير في السن وهيقدر يعدي الارقام دي بسهولة، وهيبقى هو الهداف التاريخي لكاس العالم قريب جدا ان ما كانش السنة دي. لو قدر السنة دي يكسر الرقم ده هيبقى عمل حاجة محدش عملها قبله، ان هو قدر يبقى الهداف التاريخي في اقل عدد نسخ من كاس العالم، لان هو ما شاركش غير في 2018 و2022. نيجي لأهم فقرة وهي الأفضل، أفضل 3 في خلال البطولة حتى الآن، حتى دور ال16. أفضل 3 مدربين، أفضل 3 لاعبين، أفضل 3 منتخبات، أفضل 3 حراس، وأفضل 3 أهداف. بالنسبة للمدربين فمن وجهة نظري فأفضل مدربين البطولة حتى الآن، ومعاه مدرب المنتخب الإنجليزي ساوثجيت، ومعاهم مدرب المنتخب المغربي بلا منازع كابتن وليد الرجراجي، اللي قدم بطولة فوق العظمة. طب ليه اخترت مدرب منتخب اليابان؟ لان اليابان ما كانش متوقع منها انها تعمل حاجه. اليابان ما فيهاش اسامي مشهوره، ما فيهاش اسامي كبيره، ومع ذلك قدر يصعد في المركز الاول على حساب المنتخب الالماني القوي والمنتخب الاسباني اللي تاهل عليهم المنتخب الياباني في المركز الاول. اللي عمله مدرب المنتخب الياباني مورياسو شيء يذكر في التاريخ، وهيفضل فاكره الشعب الياباني لوقت طويل جدا، الى ان يتقدم المنتخب الياباني في البطولة اكتر من اللي عمله مورياسو. اما ساوثجيت فالمنتخب الانجليزي رغم قوة الاسامي اللي فيه ورغم شعبية المنتخب الانجليزي، الا ان المنتخب الانجليزي تاريخيا ما عندوش الا بطولة قارية واحدة بس، وهي كاس العالم سنة 66، وما عندوش ولا بطولة يورو. المنتخب الانجليزي دايما بيبقى فيه مشكلة في اللعيبة عنده، ان هم ما عندهمش طموح ان هم يثبتوا نفسهم. اللعيبه الانجليز فعليا بيلعبوا في اقوى دوري في العالم، اسمائهم بتلمع في العالم كله، والصحافه الانجليزيه بتطبل جدا للاعبين الانجليز، فبالتالي هم بيحسوا ان هم مش مطالبين ان هم يقدموا 150% من طاقتهم في المونديال زي بقيه الفرق الصغيره، او زي المنتخبات اللي بتلعب بس عشان تكسب البطوله زي المنتخب البرازيلي. اما عن الكابتن وليد الرجراجي فهو قدم معجزه بكل المقاييس بصعوده في المركز الاول على حساب كرواتيا وصيف العالم وبلجيكا صاحب المركز الثالث في بطوله كاس العالم 2018 والمصنف الثاني عالميا حاليا. قدر يصعد من المجموعه ويتاهل في المركز الاول على حساب الفريقين الكبار دول، وكمان ما استقبلش غير هدف واحد في البطوله وبهدف عكسي، ولم تهتز شباكه باي هدف، بل وتخطى المنتخب الاسباني في دور ال16، وبالتالي هو عدى 3 منتخبات من اقوى 3 منتخبات في البطوله، المنتخب الكرواتي والبلجيكي والاسباني. فبالتالي كابتن وليد الرجراجي يستحق التحيه، يستحق انه يكون افضل مدرب في البطوله، وخصوصا اذا قدر انه يتخطى المنتخب البرتغالي في المباراه القادمه. اما عن افضل 3 منتخبات فهم بلا ادنى شك المنتخب البرازيلي راقصي السامبا، اللي كل ماتش بيدلعونا وبيمتعونا باهداف اجمل واحلى من الماتش اللي قبله، وبكوره احنا بنشوف كأن اللعيبه بترقص سامبا في الملعب، اللعيبه جايه تتمتع وتمتعنا. هي دي البرازيل، وهي دي عادات وتقاليد البرازيل، وخصوصا في بطوله كاس العالم. ومعاهم المنتخب الفرنسي، منتخب فرنسا بيقدم بطولة عظيمة جدا رغم الهزيمة امام المنتخب التونسي، ولكنه كان بيلعب بالبدلاء.
مبابي جاي يقول انا ما بهزرش، المنتخب الفرنسي كله جاي بيوجه رسالة، انا حامل اللقب، انا بطل العالم، انا جاي افوز بالبطولة للمرة التانية في تاريخي عشان اكتب رقم قياسي جديد، وهو الفوز بالبطولة مرتين متتاليتين بعد المنتخب الإيطالي سنة 34 و38 والمنتخب البرازيلي سنة 58 و62. ويجي معاهم كمان المنتخب الإنجليزي اللي مقدم بطولة قوية جدا، أقوى خط هجوم في البطولة. كل اللعيبة اللي في المنتخب الإنجليزي بيقدموا لنا متعة كروية حقيقية. ساكا بيعيد اكتشاف نفسه، فودن بيقدم بطولة عظيمة، هاري كين بيقول يعني ايه مهاجم قائد في الصندوق، انا مش عشان انا مهاجم انا لازم اجيب اجوان، لا، هاري كين بيسقط محطة، بيسلم الفرقة، بيساعد لعيبته ان هم يزيدوا اللي وراه عشان يكون المنتخب الانجليزي كله مصدر خطورة على مرمى اي خصم بيلعبه. ودايما المنتخب الانجليزي بيسبب خطورة على اخصامه يمين او شمال او من القلب، لان فعليا كل اللعيبة اللي في هجوم المنتخب الانجليزي نجوم. اما عن افضل 3 لاعبين في البطولة ففيهم واحد كل الناس متفقة عليه وهو مبابي، واللي بيقدم بطولة عظمة واكتر من العظمة بالنسبة له، احرز اهداف خيالية في الماتش الاخير وعمال يكسر ارقام قياسية وبيتجه بقوة انه يقود منتخب فرنسا للفوز بلقب جديد في كاس العالم. ويجي في المركز الثاني لعيب المفروض ما كانش هيكون موجود في البطولة، واللعيب ده هو ريتشارلسون مهاجم المنتخب البرازيلي اللي استدعوه فقط لسد خانة. ريتشارلسون بيقدم بطولة اكتر من عظيمة، سجل اهداف خرافية، وبالفعل هو عنده هدفين يعتبروا من احسن اهداف البطولة وافضلهم حتى الان. ريتشارلسون فاجئ العالم كله، بيبيع نفسه لفرق اكبر من اللي هو فيها، واعتقد بعد البطوله دي ريتشارلسون ممكن يتنقل لنادي كبير زي ريال مدريد او برشلونه، لان المستوى اللي بيقدمه هو فعلا خيالي، وفعلا كل فرق العالم لازم هتتخانق عليه. وفي المركز الثالث انا حطيت 2 لعيبه، ساكا من المنتخب الانجليزي وجاكبو مهاجم المنتخب الهولندي اللي فاجئ العالم كله. ودايما كل بطولة كاس عالم بيبقى فيها لعيب اكتشاف، زي خميس رودريجيز في بطولة 2014، فاكتشاف البطولة دي هو جاكبو اللي قدر يحرز اهداف ويساعد المنتخب، وعنده المهارة والسرعة والقوة، ولعيب فعليا متميز جدا، وهو افضل اكتشاف في البطولة الحالية. اما بالنسبه لافضل حراس فافضل حارس بلا منازع وبعيد جدا عن اقرب منافسينه هو ياسين بونو حارس المنتخب المغربي. ياسين بونو ما استقبلش غير هدف واحد طول البطوله عن طريق هدف عكسي، وقدر يقود منتخب بلاده للتاهل من دور 16 بالتصدي ل3 ضربات جزاء ضد منتخب اسبانيا. ياسين بونو ما دخلش فيه ولا هدف من ركله ترجيح امام المنتخب الاسباني، وصد كل ركلات الترجيح اللي اتشاطت عليه، وقدر المنتخب المغربي يسجل 3 ركلات ترجيح ويتأهل بنتيجة 3-0 على حساب المنتخب الأسباني بفضل ياسين بونو في المقام الأول. ويجي في المركز الثاني كأفضل حارس الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش اللي قدر يقود منتخب بلاده برضه للتأهل عن طريق تصدي لركلات ترجيح أمام المنتخب الياباني، اللي أثبت فيها براعة وقوة وسرعة ورد فعل رهيب في التصدي لركلات الترجيح، ان هو ما بيترميش عشوائي، لا، هو بيقرا اللعيب اللي قدامه كويس جدا وبيقدر يترمي على الكوره، وكان عنصر فعال واساسي في تاهل المنتخب الكرواتي لملاقاة المنتخب البرازيلي. اما في المركز الثالث فما حطيتش حارس واحد بس، حطيت 3: الحارس أليسون بيكر حارس المنتخب البرازيلي، وإيميليانو مارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني، ونوبرت حارس المنتخب الهولندي. كلهم بيقدموا مستوى متقارب جدا من بعضه، كلهم مصدر ثقة لزملائهم وقايدين فريقهم للتقدم في البطولة حتى الآن، وماشيين بشكل كويس جدا، وممكن يكونوا سبب في فوز أحد الفرق ديت في البطولة، لأن المنتخب الهولندي مرشح، المنتخب الأرجنتيني مرشح، والمنتخب البرازيلي مرشح بقوة للفوز باللقب. اما بالنسبه لافضل 3 اهداف ففي حاجه غريبه جدا، لان لاول مره هحط هدفين لنفس اللاعب في قائمه مكونه من 3 بس. ريتشاردسون لاعب المنتخب البرازيلي مشارك في القائمه دي بهدفين 2. الهدف الاول هو الهدف اللي احرزه في مرمى المنتخب الصربي لما استلم الكره وعمل دبل كيك، والهدف الثاني اللي كان احرزه في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي لما نطت الكره على دماغه وعمل الوان تو وحط الكره وان تاتش في البعيده. ده جون من الاجوان اللي مش بنشوفه كتير. الاجوان اللي جابها ريتشارلسون هي اجوان يونيك تريد مارك، اجوان جديده. في اجوان كتيره جدا في البطوله كانت حلوه، تسديدات من بره وكيرفات زي جون سالم الدوسري في المنتخب الارجنتيني مثلا، ولكن الاجوان دي شفنا زيها كتير، شفنا شوط من بره، شفنا
كيرفات، شفنا الحاجات دي قبل كده. انما جوان بالكواليتي بتاع ريتشارلسون مش موجوده، ولذلك ريتشارلسون مرشح بقوه ان هو يكون من افضل لاعبي البطوله مع كيليان امبابي. اما الهدف الثالث فهو برضو المنتخب غريب جدا، وهو المنتخب الكاميروني. الهدف اللي احرزه ابو بكار في مرمى المنتخب الصربي لما رقص اللعيب في نص متر وحط لب يتدرس في مسافه ما تزيدش عن ربع متر. جون للتاريخ، والجون ده مرشح بقوه انه يكون احد افضل اهداف كاس العالم. وعلى ذكر المهاجمين وخطوط الهجوم وافضل الاهداف، فلازم نتكلم عن الهدافين. هداف البطوله المنفرد هو كيليان امبابي اللي قدر يحرز حتى الان 5 اهداف. اما في المركز الثاني في صراع الهدافين فيجي موراتا، ساكا، ميسي، ريتشارلسون، وكودي جاكبو مهاجم المنتخب الهولندي، وإنر فالنسيا مهاجم المنتخب الاكوادوري، وراشفورد مهاجم المنتخب الانجليزي، وجيرو مهاجم المنتخب الفرنسي، وجونزالو راموس مهاجم المنتخب البرتغالي اللي نزل كبديل بدل رونالدو في دور ال 16 واحرز هاتريك. كل اللاعبين دول يشتركوا في المركز الثاني برصيد 3 اهداف. كده نوصل لاخر فقرة في حلقة النهاردة، وهي توقعات دور الثمانية. اول ماتش هيكون بين المنتخب الهولندي والمنتخب الارجنتيني. ماتش صعب جدا، الفريقين مرشحين بقوة للقب. هولندا بتقدم مستوى قوي، ولكن لسه ما قابلتش حد مستواه يضاهي منتخب الارجنتين في البطولة. فده اول اختبار حقيقي لهولندا في البطولة ضد المنتخب الارجنتيني. وعلى الناحية التانية المنتخب الارجنتيني واخد نسق تصاعدي. المنتخب الهولندي انا شايف اداؤه افضل، ولكن شايف ان ميسي مش هيفرط في اخر كاس عالم ليه ان هو يوصل للنهائي، ولذلك انا هرشح المنتخب الارجنتيني للتأهل على حساب المنتخب الهولندي. اما المواجهة التانية هتكون بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الكرواتي، المواجهة اللي انا اعتقد محدش محتاج يتكلم عنها كتير. بنسبة 99% المنتخب البرازيلي هيعدي وفقا للمستوى الكبير اللي بيقدموه، ووفقا للمستوى الكرواتي مش في افضل مستوياته. المنتخب الكرواتي معدل اعماره عالي، المنتخب الكرواتي بيلعب كرة حلوة بيقدم متعة، ولكن البرازيل مين يقدر عليهم في كاس العالم. ونوصل لاحلى واصعب ماتش في دور الثمانية، وهو ماتش انجلترا وفرنسا. الفرقتين متوقع انهم يكسبوا كاس العالم، فرقتين مرشحين بقوه، فرقتين سكواداتهم قويه، الاثنين بيقدموا كرة حلوه، الاثنين خطوط هجوم قويه، الاثنين بيعرفوا يدافعوا. الترشيحات صعبه جدا في ماتش زي ده. انا عقلي بيقول لي ان فرنسا اللي هتتاهل، ولكن قلبي مع المنتخب الانجليزي، ولذلك انا هروح ان منتخب انجلترا هو اللي هيتاهل على حساب المنتخب الفرنسي. واخر ماتش واللي الوطن العربي كله قاعد مستنيه على نار، لان النتيجه بتاعته هتكون تاريخيه بكل المقاييس، هي مواجهه المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي. المنتخب المغربي لو قدر يعدي المنتخب البرتغالي هيكون اول منتخب عربي في التاريخ يوصل لنص نهائي بطوله كاس العالم. المنتخب البرتغالي اخر ماتش بعت انذار شديد اللهجة بالفوز بالستة على المنتخب السويسري، والمنتخب المغربي حتى الان بعت انذار للكل: انا شباكي عنيدة محدش هيجيب فيا اجوان. ياسين بونو ودفاع المنتخب المغربي والكابتن وليد الرجراجي وكل نجوم المنتخب المغربي بالتزامهم الخططي والتكتيكي بيقولوا احنا جايين هنا عشان نكمل للنهائي، واحنا كعرب كلنا ورا المنتخب المغربي. ولذلك انا ترشيحي هيروح للمنتخب المغربي، وآسف لرونالدو ولعشاق رونالدو، ولكن التأهل إن شاء الله هيكون من نصيب المنتخب المغربي. النهاردة إن شاء الله هيبقى اليوم المنتظر، مواجهات المنتخب الهولندي والأرجنتيني ومنتخب البرازيل وكرواتيا الساعة 5 والساعة 9. هنبدأ نشوف التوقعات وإيه اللي هيحصل. كلنا مستنيين المتعة في البطولة، لأن احنا وصلنا لأهم مرحلة في البطولة وأحلى مراحل البطولة بوجود أقوى 8 منتخبات على مستوى العالم دلوقتي، وهيواجهوا بعض فيس تو فيس عشان يقدموا لنا احنا المتعة الكروية اللي بنستناها كل 4 سنين مرة. وإذا كنت وصلت لحد دلوقتي ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.